كل الناس اللي بتشرب سجاير عارفة كويس ومتأكدة إن السجاير هتموتها. كلهم عارفين برضو إن هما لو ما ماتوش أكيد هيجي لهم يا سرطان رئة يا سرطان صدر. عرفت المعلومة خلاص؟ خد السؤال ده بقى. هتبطل سجاير؟ لا. طب بتفكر إن أنت تبطل سجاير؟ الإجابة برضو هي لا. بتفكر امتى؟ لما تتعب وتروح للدكتور وتلاقي نفسك ان انت لسه صغير قوي على مرض كبير زي تجلط الشرايين. نفس الكلام بالظبط يمشي على المرض اللي هكلمك عليه النهارده. معظمنا عنده المرض ده بس محدش فينا بياخد له علاج. امتى بتعرف ان انت عندك المرض؟ لما تلاقي نفسك قاعد تفكر قوي زياده عن اللزوم، تلاقي الموضوع ده بدأ يأثر على نومك، فانت ما عادش بتنام زي الاول. بعد كده تلاقي جسمك بدأ يوجعك، الصداع ما عادش بيسيب دماغك. هكلمك النهارده عن مرض التفكير المفرط، التفكير زياده عن اللزوم. هقول لك الاول ايه الاعراض اللي ممكن تجيلك، بعد كده هكلمك على الاسباب، وفي الاخر نكتب مع بعض روشتة العلاج. كتاب النهارده اسمه كفايه تفكير زياده عن اللزوم، ستوب اوفر ثينكينج، وكتب واحد اسمه نيك تيرتون. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، خليك معايا. السلام عليكم. كل الابحاث اللي اتكلمت في موضوع النهارده عرفت التفكير المفرط على انه ساعات كتير جدا من التفكير في حاجه ملهاش اي لازمه بتكون نتيجه التفكير ده ان انت بتتعب جسديا وعقليا. حلو قوي. اعرف منين ان انا عندي المرض ده ولا انا عندي حاجه تانية غيره؟ سؤال محترم. اسمع الاعراض دي وشوف عندك منها ولا لا. اول عرض، بتفكر كتير جدا في حاجه حصلت لك زمان، والحته دي هتلاقيها باينه قوي عند الستات، زي مثلا انا كنت زمان حلوه قوي، شايف دلوقتي انا عامله ازاي؟ انا كنت مرتبطه زمان بشاب شكله ايه او مستوى الاجتماعي ايه، ودلوقتي حالي مال وقعت على دماغي واتجوزت مين. الرجاله برضه هتلاقيها بتفكر بنفس الاسلوب، زي انا اهلي كانوا زمان ايه ودلوقتي انا عايش ازاي. مش لو كنت ذاكرت في الثانويه العامه كان حالي اتغير وبقيت ايه. انا كنت بلعب كوره زمان بس لو كنت كملت كان زماني بقيت زي ده وزي ده. العرض التاني، قلقان زياده عن اللزوم قوي، يعني قلقان اوفر لحد ما بدات تتغلس اصلا على نفسك، بالبلدي كده بتقدر البلاء قبل وقوعه. زي لما تسافر مع اصحابك شرم تقعد تفكر لو العربيه عطلت وسط الصحراء هنعمل ايه. خلي بالك ان الانسان الطبيعي مش بيفكر كده، المفروض ان انت رايح تتبسط. فانت بقى تعمل ايه؟ تسيب الانبساط وتقعد تفكر في الوحش اللي ممكن يحصل لك. داخله تولدي اول بيبي ليكي، المفروض تفكري في فرحه اول طفل والكلام الحلو اللي احنا عارفينه ده. تسيبي الكلام ده وتقعدي تفكري انا لو حصل لي حاجه في اوضه العمليات مين اللي هيربي الواد؟ طيب سافرت بره مصر تتفسح، تسيب الصور الحلوه اللي انت المفروض تتصورها وتقعد تفكر بقى لو انا باسبوري ضاع هعمل ايه دلوقتي؟ طيب جاي تتجوز، تسيب كل حاجه حلوه وتفكر ان انت لو جرالك حاجه اكيد عيالك هتشرط ويا ترى هيعملوا ايه من غيرك. العرض الثالث، مش عارف تنام كويس. اول ما تدخل تنام مخك يشتغل بسرعه جدا وتقعد تفكر في خطط لمده 20 سنه قدام، حاجات هتشتريها وحاجات هتبيعها وانت اصلا مفيش معاك حاجه، انت دلوقتي نايم على المخده ومتغطي. المشكله ان انت مفكر ان انت بتعمل خطه ما تخرش الميه، بس فعلا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها خطه لمده 10 سنين قدام. العرض الرابع، جات لك فرصه، اي فرصه، شغل جديد، مشروع مع حد مع اصحابك، تهاجر، منحة تعليم بره البلد، اي حاجه، فرصه اهي بقى يلا بينا. تقعد تفكر 90 سنه ايه المميزات والعيوب، تسال كل اللي حواليك اعمل ايه، وبعد وقت طويل جدا الحمد لله توصل للقرار خلاص هروح الشغلانه الجديده. تبص تلاقي الفرصه راحت. طيب ليه؟ علشان ضيعت الفرصه بالتفكير اللي ملوش اي لازمه. العرض الخامس، مزنوق في الفلوس والدنيا بايظه معاك خالص، بدل ما تفكر ان انت تحل مشكلتك تقعد تتخيل بالساعات انا دلوقتي معيش فلوس صحيح بس لما ابقى غني قوي هعمل كده، هشتري كده، هعيش كده. زي مثلا لما تشتغل شغلانه جديده النهارده، انت لسه داخل الشركه جديد، بكره تقعد تتخيل لما تبقى مدير الشركه هتمشيها ازاي، انت اصلا ما تعرفش الشركه دي بتعمل ايه، بس برضه تقعد تتخيل وتفكر وتضيع وقت وخلاص. وعلى فكره ده مش طموح او هدف، لان الطموح او الاهداف لازم تبقى محسوبه، واهم حسبه فيها اهدافي دي هتتحقق امتى. اسمع كده الكلمتين دول وركز فيهم. الاهداف بدون وقت محدد للتحقيق هي للاسف مجرد احلام. خلي الكلمتين دول هم القاعده بتاعتك، من غير وقت محدد لتحقيق الاهداف اللي انا عاوز اعملها، اللي انا بفكر فيه ده يطلع ايه بقى؟ يطلع بلح على طول كده. سؤال مهم هنا، ايه هي اسباب التفكير زياده عن اللزوم؟ انك مثلا على طول تبقى بتدور على المثاليه، بتفكر ان كل حاجه في حياتك تبقى على الشعره. الناس اللي احنا بنقول عليهم محاسوكين دول، يعني تستنى كذا سنه علشان تعمل مشروع بتفكر فيه، مع ان انت كان ينفع تعمله من زمان بس ديكور المحل لازم يبقى بشكل معين. تاخر الجواز كتير قوي علشان توضيب الشقه، محاسوك بقى. مشكله الحته دي ان في ناس بتقعد تستنى كتير قوي علشان تعمل الصح، بس الحقيقه ان الصح ده عمره ما هيجي. ابتدي حتى لو مش اجمد حاجه، احسن ما تكون راكن ومستني. السبب التاني، الرعب من المستقبل.
الانسان بطبيعته بيخاف من المجهول. طيب المستقبل ده ايه؟ مجهول طبعا، فالطبيعي ان كلنا نبقى خايفين منه. انت بقى عاوز تأمن نفسك قوي علشان خايف طبعا من اللي جاي. من الامثله الكبيره في الحته دي الناس اللي بتحرم نفسها طول العمر علشان تحوش فلوس بحجه ان انا ما اعرفش الزمن مخبي لي ايه. ان انت يكون معاك فلوس وبتحوش طبعا دي حاجه كويسه جدا، بس انك تحرم نفسك وتعيش وحش طول عمرك علشان الحاجه دي، اكيد الكلام ده كلام مش مظبوط. السبب الثالث هتلاقيه باين قوي عند البنات. حصل لك موقف مع اختك، مامتك، واحده من صحباتك، اي واحده تعرفيها جوزها خانها، اكيد هي اتجرحت قوي من الموقف ده، فانت خايفه جدا ومفيش في دماغك غير امتى جوزي هيخوني. غصب عنك بدات تحولي حياتك جحيم. تصرفاتك الغريبه بدات تاثر قوي على الطرف الثاني اللي شايف ان هو مظلوم ومستحمل علشان خاطرك. كل الكلام ده جاي منين؟ جاي من خيالك لمجرد بس ان انت خايفه تكرري تجربه واحده تعرفيها. من اسباب التفكير المفرط برضو الخوف من الفشل. انت من جواك نفسك تنجح بس خايف تعمل مشروع فتخسر فلوسك، خايف تدور على شغل تاني فتخسر الشغل اللي انت فيه، خايف ترتبط من كتر ما انت بتسمع عن الطلاق. انت مطبق قاعدة من خاف سلم، بس القاعدة دي هي اكبر دافع للفشل، لان الناس الناجحة عندهم قاعدة تانية خالص. اسمع كده، اكثرنا نجاحا هو اكثرنا مغامرة. اللي بينجح هو اللي بيغامر، وكل ما كانت المغامرة تخوف كل ما كان النجاح اكبر. مش معنى كلامي خالص ان انت ترمي فلوسك او مستقبلك في المجهول او اي حاجة مش محسوبة. طبعا هتفكر كويس بس تجمد قلبك ويلا بينا. حاجة كمان وحشة قوي في التفكير المفرط، وده فعلا بيجيب لنا المرض، جلد الذات. قاعد تكسر في نفسك وتقطع في جلدك، مفيش على لسانك غير انا فاشل، انا ما استحقش، انا ما استاهلش. استنى بس معلش، هو ايه اللي حصل يعني؟ جبت مجموع وحش في الكلية؟ طب يعني سقطت في الانترفيو؟ سبت خطيبتك؟ عملت مشروع وخسر؟ ايه اللي حصل؟ ما ملايين غيرك وقعوا زيك وقاموا تاني زي الفل. شيل كل الكلام ده من دماغك، مش هي عدت خلاص، يلا بينا بقى نفكر في اللي جاي. من الحاجات برضو اللي بنقعد نفكر فيها كتير جدا وهي كلها على الفاضي هي الناس شايفاني ازاي. هو انا كده شكلي حلو؟ هو انا كده جامد في الكلية؟ هي الناس بتفكر عليا بتقول ايه؟ طيب هو الكلام ده كله فارق معاك ولا اي حاجة خالص؟ ما تلبس اللي يعجبك وتتكلم براحتك وتروح المكان اللي انت عاوزه. عيش حياتك من غير ما كلام الناس اصلا يكتفك. مش معنى كلامي برضو ان انا اخربها وما راعيش الناس اللي حواليا. هعمل كل اللي انا عاوزه وهحترم الناس اللي انا عايش معاهم. كل اللي فات ده كان اعراض التفكير المفرط. خلينا بقى نتكلم في العلاج. طبعا الكاتب قال كلام كتير قوي مش منطقي، زي لازم تروح لدكتور نفسي تتابع معاه. انا مش شايفها مستاهله بصراحه. هي الفكره ان انت محتاج تغير فكرك شويه علشان تتبسط، وفعلا هتلاقي الدنيا ظبطت معاك على الاخر. برضو من الكلام اللي لقيته مش منطقي، بص للصوره الكبيره، خد نفس عميق، العب يوجا وتامل. هي دي ممكن تكون حلول، بس انا ما لعبتش يوجا قبل كده بصراحه، فمش هقدر انصحك بيها. خلينا نتكلم في الحلول العمليه اللي فعلا انا شايفها مفيده. اول واهم الحلول، انسى الماضي. انسى ان انت كنت جامد زمان، ان اهلك كانوا زمان اغنياء، ان انت كنت حلوه زمان. سؤال واحد مهم جدا، انا ايه دلوقتي؟ انا عاوز اعمل ايه؟ ايه المستقبل بتاعي؟ عرفت انت عاوز ايه؟ يلا بينا نشتغل. الحل التاني، لازم تبقى متاكد ان كلنا خايفين من المستقبل. الانسان بطبعه بيخاف من اي حاجه مجهوله، اي انسان بيحس بكده، والمستقبل مجهول، فطبيعي جدا ان انت تبقى خايف منه. بس ما تسمحش لخوفك ده ان هو ياثر عليك ويبوظ الحاجات اللي انت نفسك تعملها. احسبها بس انت كويس وتوكل على الله واكيد مش هتخسر. الحل الثالث، في ناس كتير عانت كتير قوي من الاهل والاصحاب او مواقف قديمه، مخك هنا بيقولك انا اتعلمت الدرس ومستحيل اغلط فيه تاني. زي مثلا لما ربنا يرزقك باب مش كويس، خان مامتك ووجعك قوي واختفى من حياتك. هو فعلا اختفى، بس سايب وراه خوفك الشديد جدا من التجربه، خوفك من ان انت تثقي في حد تاني لان انت مش عاوزه نفس النهايه. سيبك من الكلام ده. مش لازم ابدا موديل باباكي من الرجاله يبقى هو نفس موديل الراجل اللي انت هترتبطي بيه. انت بس كل المطلوب منك ان انت تحكمي عقلك وتتوكلي على الله وتدوري على اللي هيصونك. كوني كمان متاكده ان اي تفكير في حاجه حصلت زمان هي نهايتها صفر، مش اكتر من كده. سيبك كمان من احلام اليقظه، بالعقل كده. انت لسه النهارده اول يوم شغل ليك، بتفكر ليه تبقى مدير الشركه؟ الطموح طبعا حلو، بس الطموح الصح، الطموح اللي متخطط له مظبوط، غير كده وقت بيضيع على الفاضي. لو انا مكانك هعمل ايه بقى؟ اول حاجه هفكر فيها ان انا اتعلم الشغل كويس قوي وابقى صايع جدا فيه. بعد كده هحاول اقوي نفسي واخد كورسات في المجال بتاعي وانا كمان شغال، اظهر شغلي كويس جدا قدام الناس، اخلي مديري يعتمد عليا ويديني شغل اكتر. لو عملت الحاجات دي كلها خليك متاكد ان انت اكيد هتبقى مدير الشركه، ولو مش الشركه دي هتبقى شركه تانية احسن منها. التفكير المفرط بيأذيك وبيضيع وقتك وبيطير النوم من عينيك على الفاضي. كفايه تفكير في حاجات ملهاش اي لازمه علشان تعرف تتبسط. لو الحلقه عجبتك شرفني ان انت تشترك في القناه وكمان الجرس في طريقك علشان الجديد. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب. اشوفك بكره احسن من النهارده.